السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي واهلا بكل متابعين قناة سلوى في المطبخ. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جامدة جدا جدا مع بعض، معظمنا غافل عنها او ما يعرفهاش او لها طرق كتير بتتعمل بيها، بس النهارده ان شاء الله اخترت لكم طريقة سهلة ليها جدا جدا وكمان حاجة مغذية. الطريقه النهارده او الوصفه اللي معايا النهارده هنعمل كبده فراخ مع بعض. كبده الفراخ احنا عارفين اللي هي مغذيه جدا للجسم، للكالسيوم، لفقر الدم، للانيميا، فيها نسبه حديد كبيره، يعني مغذيه بكل شكل، يعني كل شكل الطرق. النهارده بقى هنعملها بطريقه حلوه قوي ووصفه سهله، ممكن تتعمل طواجن، ممكن تتعمل بلسان عصفور، ممكن تتعمل بالطريقه اللي انا هعملها بدي النهارده، ممكن تتعمل جنب مكرونه، ممكن تتعمل شيش طاووق زي ما انا عملتها لكم في فيديو موجود في القناه عندي. ممكن تدخلوا وتشوفوه، يعني بتتعمل بكذا طريقه. النهارده هجيب لكم طريقه بصراحه جميله جدا انا مجرباها كذا مره، ان شاء الله هتعجبكم لما تشوفوا الوصفه وتجربوها. كمان كبده الفراخ، كبد الحيواني، الكبده الحيواني اللي انا بقول عليها ديت غاليه دلوقتي، وسعرها ممكن مش معظمنا بيعرف يجيبها او من سعرها الغالي، فاحنا اخترنا كبده الفراخ. ممكن تجيبيها تشتريها كده من عند الراجل، في كبد وقوانص مع بعض وفي كبده لوحدها. انا جايبه يعني كبد لوحدها، وممكن لو انت عندك عزومه او في فرخه بتجيبيها كده مثلا في الاسبوع مرتين او مره او الكلام ده، بتجمعي شويه الكبد بتاعت الفراخ وتحطهم في الفريزر، وبعد كده في يوم بتعملي بها الوصفه حلوه قوي. ممكن تعملي الوصفه اللي انا هعملها النهارده، ممكن تعمليها جنب مكرونه زي ما قلت لكم كده، بتتعمل بكذا طريقه. تعالوا يلا ندخل بقى ونشوف المكونات اللي معايا. بس دلوقتي انا معايا على البوتاجاز طاسه اهي فيها زيت، وهقول لكم باقي المكونات مع بعض دلوقتي. قبل ما الزيت يسخن هقول لكم المكونات. يلا تعالوا بصوا حبايبي، المكونات اللي معايا هي كبد الفراخ اهيت بالقلوب بتاعتها، طبعا مغسوله كويس جدا جدا، وهعمل لكم ان شاء الله فيديو مخصوص عن طريقه غسل الكبد علشان ما يكونش فيها اي زفاره ولا اي حاجه، لان في ناس كتير بتشتكي منها. بس دلوقتي خلينا في الوصفه الاساسيه اللي معانا. يبقى كبد فراخ بالقلوب بتاعتها اهيت، بصلايه واحده مبشوره، فلفل رومي وورقتين اللورا، هستخدم خل وملح وفلفل اسود. معايا هنا في الهون بقى ايه، قرن فلفل حامي، اللي مش عايز حامي خلاص يستغنى عنه، بس هو بيبقى طعمه حلو ومش بيبان قوي، بيطعم الكبده. مع فصوص تومه اهيت مفرومه. دلوقتي هندقها مع بعض، بس لما نشوف هنحط ايه دلوقتي الاول في الزيت ننزل بيه. تمام، خليكم معايا. بصوا حبايبي، خلاص هو الزيت سخن اهوت، فانا رفعته على النار. لما الزيت يسخن جامد ارفعيه بعيد عن النار اللي انت مولعه عليها، تمام، علشان ما يطرش، يعني ما يعملش كوارث كده في المطبخ. بسم الله. وتنزلي بالكبد بتاعتك كده بالراحه خالص اهوت بشويش، وبعدين ترجعها تاني فين، على النار. بس كده، وتعلي شويه بقى كده. حاولي بقى ما تقلبيش كتير في الكبده علشان ما تتهراش منك. يبقى احنا اول حاجه ايه، حطينا زيت في الطاسه وزيت سخن شويه، نزلنا بالكبد الاول اهوت. تمام اهوت، هتاخد بس كده تشويحه بسيطه. ومعايا هنا اهوت كمان الناحيه الثانيه هنا الثوم اهوت المفروم مع الفلفل الحامي، انا دقيتهم كويس بشويه ملح وفلفل اسود وسنه كباب صيني وبهارات فراخ. بص اهيت انا بديها تقليبه بسيطه كده، تشويحه بسيطه. خلي بالك عشان ما تفرقعش منك ولا تفرقع عليكي في الزيت، تكون مصفيه كويس من الميه، ما يكونش فيها ميه علشان مطرح الشفيط بتاعها، علشان ما تبهدلكيش. بص يا حبايبي، دلوقتي هننزل خلاص بالخلطه اللي معانا اهيت، اللي احنا دقيناها هنا، اللي احنا فرمينها اهي. بسم الله. ديت بقى اللي هتطعم وتنكه ايه الكبده بتاعتك. تمام كده. وهناخد شويه خل اهوت هنا مطرح الثوم اللي احنا فرمينه، شويه صغيرين، وتقلبيهم كده بالراحه كده بشويش. تنزلي بشويش بقى، لان لو نزلت مره واحده كده الزيت معاكي هيبرد، واحنا مش عايزه السخونيه بتاعت الزيت تروح، فانا هنزل بشويه كده صغيرين. تمام، وهنزل كده بشويه تانيين اهو بس كده، وهنقلب بقى كويس اهوت. هنزل ورق اللورا اهوت ونقلب، وطبعا نار عاليه اهيت. هننزل بالبصلايه المبشوره، ريحتها جميله جدا 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 بجد اهيت.
هنزل بنص كميه الفلفل، مش عايزه انزل بالفلفل كله عشان بحب اخلي لون الفلفل في الاخر شويه اللي انا سبتهم دول يكون لونه اخضر كده، ما يكونش دبلان. مش عايزه كل الفلفل يبقى دبلان معايا، لا انا عايزه شويه في الاخر يبقوا اخضر كده ولونه حلو مزهزه. حاولي ما تقلبيش كتير وما تقلبيش جامد، انا بقلب بالراحه على فكره، ومعلقه خشب بتكون يعني حاجه كده كويسه على الاكل ما بتهربوش. تمام، هخليها كده شويه. طبعا طعميها بقى بسن زنجبيل كده، رشه بسيطه جدا، يعني سنه قرفه بسيطه، حاجات بسيطه كده، رشه كزبره ناشفه. كل ده انا هحط اهوت اللي انا قلت لكم عليه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، خلاص هي الكبده بتاعتنا استوت خلاص اهي زي ما انتم شايفين، ونزلت ببقيه الفلفل اهوت عشان يبقى لونه اخضر كده زي ما انتم شايفين اهوت. انا عايزاه كده ما يبقاش كله دبلان. دلوقتي معايا طبق اهوت الغرف، بسم الله. طبعا تهدى عليها النار لما تكون كبيره كده، تهدى عليها النار علشان تستوي معاكي. ما تزودهاش ميه ولا تزوديها اي حاجه، انت بس كتري الزيت شويه علشان تاخد وتدي كده مع نفسها وتستوي خالص وتبقى حلوه معاكي. تمام، بس كده اهو. تمام اهي، ممكن تقطعيها، ممكن ما تسيبهاش بحالها كده زي ما انا سايباها، ممكن تقطعيها، لكن انا سايباها كده بحالها كده احسن بالنسبه لي. تعصري بقى نص ليمونه كده عليها، يعني كده ما شاء الله عليها، مش محتاجه اي حاجه تانية خالص. تمام كده. وطبعا بقى جرنيش الطبق بتاعك زي ما انت عايزه باي شكل انت حباه كده. ادي بس كانت وصفتنا النهارده بكل سهوله اهي اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت. ادي حبايبي بعد ما غرفنا الكبده بتاعتنا اهيت، ظبطي طبقك بقى وجرنشيه كده بالشكل اللي انت عايزاه. ممكن تعمليه كمان جنب مكرونه يتاكل بعيش، ممكن يتعمل جنبيه رز ابيض كده وطبق سلطه. ممكن لو جنبيه عيش ممكن طبق مخلل كده وبطاطس محمره، يعني بتستخدميها في حاجات كتير جدا جدا. وممكن تنفع وجبه بس لوحدها اساسيه كده، وممكن في سندوتشات برده، في فسحه، في رحله، في اي حاجه. يعني هي مش هتقول لك لا في اي حاجه، كبده الفراخ معاكي في كل الاشكال. اتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، اتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم، تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش سبسكرايب للقناه ولايك وشير وكومنت حلو منكم زي ما عودتوني، ومشاركه الفيديو يا حبايبي مع اصحابكم والعيله وكده. وانتظروني فيديوهات احسن واحسن الفتره الجايه، لان دي كانت فتره استراحه بس. كنت بعمل شويه مواضيع ورايا كده، بخلص شويه حاجات ومشاوير وكده. انتظروني فيديوهات جامده وفيديوهات حديثه ان شاء الله على القريب باذن الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله، مع الف سلامه.